ما شفتش كده 17 قرار افراج. يطلع قرار الافراج ويطلع له قرار اعتقال، يطلع قرار الافراج ويطلع له قرار اعتقال. مدون بيحافظ على حقوق البدو، بيطالب بحقوق البدو في سيناء خلف القضبان من 2007. بنته ما تعرفش شكله. نفسها باباها يخش عليها. بس انا برضو مش معاكي في حته انه ما فيش دوله. ما اكيد هيبقى ان شاء الله. يعني ترجعي شويه كده ونخليها ما فيش حكومه. حاضر عشان خاطرك. لا مش عشان خاطري، لا انا بتكلم لان كلمه ما فيش دوله. ما فيش دوله. لا احنا ما عندناش دوله. يعني احنا عندنا مجموعه بيسيروا البلد زي ما هم عايزين. مجموعه مش عايزه اقول مش حكومه. احنا مش دوله مؤسسات. لا مش حكومه. احنا هو فين الحكومه اللي احنا عندنا؟ فين اللي احنا بقالنا سنه بنقول عايزين، بقالنا قد ايه بنقول عايزين تعديل دستور؟ ماشي، ما احنا بنقول لك ان الحكومه مش على المستوى المطلوب. لا ما هي اذا كانت لو في دوله، الدوله دي بيبقى ليها علاقه بشعب. ماشي. فالدوله بتبقى دوله، ناس ماسكه الدوله ليها علاقه. ما فيش حاجه اسمها دوله وشعب. في مجموعه ما لهمش دعوه بالشعب اصلا. في مجموعه بتعمل اللي هي عايزاه ولمصالحها الشخصيه ومالهاش دعوه. الدوله دي لازم يكون فيها شعب. احنا ما عندناش شعب. كمان لا يعني انت لا في دوله ولا في شعب. ايوه ما فيش شعب. هم دول الدوله عباره عن اصحاب المصالح اللي هم ماسكين الدوله دلوقتي من الحزب الوطني ومن لجنه السياسات. الدوله ارض. احنا علينا ارض وناس عايشه على الارض. ناس مش عايشه. الناس اللي عايشه، الناس اللي عايشه في الدوله دي هم اصحاب اللي هم لجنه السياسات والحزب الوطني واللي ماسكين الدوله دلوقتي. هم دي الدوله بتاعتهم. الدوله دي ممكن نغيرها ونسميها دوله الحزب الوطني. احسن ما فيهم لجنه السياسات والله. نسميها دوله الحزب الوطني بدل ما نسميها دوله مصر. ساعتها اقول لك ان احنا دوله. لو غيرنا الدوله سميناها دوله الحزب الوطني نسميها دوله. طيب انت الكلام اللي انت بتقوليه ده اما بتيجي مثلا بتقولي رد فعلك او وجهه نظرك او تجربتك في البلد، بتقولي نفس الكلام ده؟ انا بتكلم بقى عن تجربتي انا. يعني اكيد يعني انا بتكلم في حاجه معينه. انا بتكلم عن تجربه اعتقال، عن دايما في المؤتمرات الاخرانيه دي اللي بتحصل هي مهتميه بالميديا، بالاعلام الحديث. فدايما بس بتكلم ازاي الواحد استخدم التجربه دي، استخدم الفيسبوك. يعني دايما موضوع اعتقالك وخروجك والاضراب الواحد عمل دايما انت شبه ده. هي دي تجربتك اللي انت بتحكيها. اللي بتكلم فيها تقريبا او اللي بدعى بسببها، بدعى ان انا اتكلم فيها. او ان ازاي الموضوع ده حصل او ازاي نجح او اللي حصل. لانها دايما بتبقى مؤتمرات فيها تبادل خبرات. يعني ده فلان جاي من الاردن وده جاي من المغرب، ده جاي من الجزائر، كل واحد ليه تجربه. فبيبقى الموضوع اكتر منه اكتر حاجه فيه من تبادل الخبرات. انا بستفيد باللي هو درسه او اتعلمه او اللي هو عمله، وهو بيستفيد باللي انا عملته. دي مشكله يعني. مش يعني ايه دي؟ شايف ان دي مش مشكله يعني؟ لا دي مش مشكله طبعا. مش مشكله. بس انا برضو شايف انه لمجرد ان انت مريتي بتجربه واحده فانت بتحكي عليها دلوقتي من 2008 من انا مش مساله بحكي عليها. انا في حدث مؤتمر معمول باسم معين بتوبيك معين، ففي ناس هي ليها تجربه في التوبيك ده. فبتيجي بتحضر المؤتمر علشان تحكي التجربه او تحكي ازاي نجحت في التجربه دي، او ازاي نجحت في استخدام سواء كان الفيسبوك وقتها او سواء كان تويتر او الاعلام الحديث او استخدام الراديو حاليا دلوقتي. طيب ده الزميل حسين بهجت من الاهرام المسائي اللي كتب الخبر بتاع امبارح. استاذ حسين مساء الخير. مساء النور. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. كله تمام؟ بخير. انت كاتب تحقيق امبارح، احنا يعني استشهدنا ببعض الحاجات اللي جت فيه. ايوه. انت سمعت كلام الاستاذه اسراء؟ للاسف انا حد بلغني بالتليفون بس ان في حلقه شغاله فما سمعتش الكلام من الاول يعني. لا الكلام اللي قاله الاستاذ نجاد البرعي. انت بتقول انه قال لك انه تلقي عدد من النشطاء السياسيين لمنح ماليه لتمويل انشطه سياسيه هو عمل مخابراتي. هي اسراء بتسال يعني ايه عمل مخابراتي؟ يعني هو كان قصده ايه من كلمه مخابرات؟ يعني هي بتشتغل مخابرات؟ لا هو مش قصده ان هي بتشتغل مخابرات طبعا، هو قصده فكره ان منظمات دوليه تمول نشطاء سياسيين عشان عمل سياسي هي فكره مرفوضه. ودي فكره بتقوم بيها مخابرات الدول لمصالح، عشان تحقيق مصالح الدول ديت. مش ما هو ما فيش دوله بتمول نشاط سياسي في دوله اخرى علشان حاجه لصالح الدوله ديت، لازم تكون عشان مصالحها هي، مش عشان خاطر عيون الدوله. مش معقول مش عشان خاطر عيون الدوله. وكمان في حاجه مهمه قوي حاصله عندنا في مصر هنا، ان في خلط كبير قوي ما بين العمل الحقوقي وما بين العمل السياسي. يعني ما ينفعش يبقى حد بيمارس نشاط سياسي سواء معارض او مؤيد ويمارس في نفس الوقت عمل حقوقي.
ويخلط بين الاثنين. يعني ازاي ابقى انا براقب انتخابات والمفروض يبقى موقفي محايد وموقفي غير منحاز لاي راي واخد فلوس من بره مثلا ايديولوجيه او لاي من الطرفين المتصارعين في الانتخابات، وفي نفس الوقت انا مؤيد لطرف من الطرفين دول، او انا بشتغل مع طرف من الطرفين دول. طيب استاذ حسين، انا هسألك سؤال مباشر. اسألني يا فندم. الكلام ده أثير في 10 مايو. انت حضرتك كتبت التحقيق 17 مايو في الصفحة الأولى في الأهرام المسائي امبارح. طبعا عايز أقول لك إنه الأهرام المسائي يعني بقت حالة من حالات الحراك الموجود. يعني بقى جورنال من مكونات الصحيفة أو مكونات الصحافة في مصر النهاردة. فيها جدل كبير وفيها اهتمام كبير بالشارع المصري أكتر بكتير مما في السابق. التحقيق اللي انت عملته متأكد ان إسراء عبد الفتاح تلقت أموال من الخارج؟ ولا انت بنيته على ايه؟ على اي اساس؟ لم اتهم إسراء بشكل مباشر. مش بتتهم؟ لا، لم اتهم إسراء بشكل مباشر. يعني انا ما قلتش ان إسراء بتحصل على اموال بشكل مباشر، انا ما قلتش ده. انا قلت ان اثيرت انباء وان في مصادر قالت كلام معين ولم تخص بيه حتى اشخاص معينين، لكن قلت ان في بعض الحالات اللي موجودة زي إسراء وأحمد ماهر وأحمد بدوي، المجموعة دي متفرغة تقريبا للعمل السياسي. ما هو انت ناقل يا حسين عن مصادر حقوقية قالت ان عدد من النشطاء استقال بعضهم من عمله. استقال بعضهم من عمله وتفرغ للعمل السياسي، وضرب مثلا بالناشطة إسراء عبد الفتاح والناشط أحمد ماهر الذي استقال من عمله كمهندس ويعيش الآن دون أي مصدر رزق واضح، والناشط أيمن بدوي الذي يعمل مع سكرتير للدكتور أيمن نور. ده كلامك صح كده؟ طيب إسراء فين من الكلمتين اللي فاتوا دول؟ إسراء ناشطة سياسية معروفة، كانت عضوة في حزب الغد ومؤسسة حركة 6 إبريل، وهي اللي كانت دعت للإضراب الشهير بتاع 6 إبريل. تمام. وهي ناشطة سياسية، واحنا طرحين تساؤل وخدنا تعقيبات على الناس، يعني لم نتهم أحد بشيء. ولو حضرتك قريت سياق الموضوع أنا قلت إن في مصادر بتقول إن بعض النشطاء بيعملوا كده، وإن في نشطاء معروفين إن هم ليس لهم عمل واضح وما لهمش مصدر رزق واضح وما بيعملوش حاجة بيتقاضوا عنها أجر بشكل واضح. حتى وأصريت والمعلومة فضلت عندي فترة، وفضلت أكلم إسراء عدد من الأيام وهي كانت موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح. وحاولت أتصل بيها حتى عن طريق بعض الأصدقاء، لأن أنا أعرف إسراء شخصيا وهي زميلة وصديقة وليها احترامها وتقديرها عندي، لكن لما يصار موضوع بشكل مهني لازم أبحث مع كل الأطراف. فأنا اللي عملته إن أنا جبت طرف وفي حوالين منه الاتهام والكلام نشر قبل مني بشكل واضح، واتهم في منظمة محددة ان هي بتدفع لإسراء اموال علشان تمويل نشاطها السياسي. طب حسين هستسمحك إسراء عايزة تسألك سؤال لو ممكن. اتفضل. لا هو انا مش عايزة اسأله بشكل ان انا عايزة اسألك، بس انا هقول لك حاجة يا حسين. انا من ساعة انا ما استقلتش من عملي. انا من يوم اضراب 6 ابريل انا اتعاملت معامله في العمل بشكل سيء جدا، لدرجه ان انا قدمت استقالتي لحد ما هم كانوا بيعملوا كده عشان استقيل. قدمت في شغل كتير جدا يخص تخصصي في كل الشركات انا بشتغل هيومن ريسورس سبيشاليست او اخصائي موارد بشريه في كل الشركات. طبعا اول ما بدخل بعمل انترفيو بكون معروفه، فنتيجه الانترفيو كانت بتبقى ان انا ما بشتغلش. انا قعدت 6 شهور في البيت ما بشتغلش لحد ما قررت ان انا عشان اشتغل في حاجه ما اترفدش فيها لازم اشتغل في المجال الحقوقي واخد مرتب عشان الناس تبقى عارفه دي. عشان احمد ماهر اترفد من شغله في اخر 6 ابريل 2010. احمد بدوي برضو حاليا بيشتغل يعني كان بيشتغل مع دكتور ايمن نور وهو مهندس. هات لنا كده يا حسين وانت بتشتغل في الاهرام شغل بعيد عن العمل السياسي، كانت مهندس كهرباء ومهندس مدني واخصائيه موارد بشريه، دور لنا كده باسمائنا إسراء عبد الفتاح واحمد ماهر واحمد بدوي في شركه بعيد عن العمل الحقوقي، واحنا هنتعين تاني يوم ونبعد عن العمل الحقوقي وما نخلطش العمل الحقوقي بالعمل السياسي. يعني انت عايزه تشتغلي شغلانه ثانيه يعني؟ اجيبوا لي شغلانه في تخصصي اللي انا قربت انساه. اللي هو تخصصك ايه؟ انا بشتغل في الموارد البشريه. قدمت في ما لا يقل عن 30 شركه لمده 6 أو 7 شهور. الانترفيو كان بيتقلب من الهيومن ريسورسز ليه يا ترى بقى الاضراب كان عامل ايه وشكله ايه، واخر التليفون باعتذار. طب حسين ترد؟ ارد. تجيب لها شغلانه؟ جيب لنا شغلانه من الاهرام للموارد البشريه. طب خلاص شغلوا إسراء عندكم.
شغالين على علاقات كويسه. برافو عليك يا حسين، ناس كويسين. برافو عليك. طيب بص يا حسين، يعني ليبراليه وبتدعو لاحتواء كل الاراء وكل الافكار. مبدئيا انا بالمناسبه ما بتهمش اي حد باي حاجه، تمام، لكن انا بعرض حقائق واتهامات واضحه ومهمه. وبعدين احنا ما ننساش حاجه مهمه جدا. الحقوقي ده بيعمل كحكم بين اطراف متصارعه، واطراف متصارعه مش على كرة قدم، ده على حكم بلد.